يا ترى احنا ليه بنحب اللون الأخضر والأزرق؟ باستثناء كل الألوان، الأخضر والأزرق هما دايما الألوان المفضلة بالنسبة لنا. طيب ليه؟ عشان الألوان دي بتحسسنا بالهدوء والسكينة والارتباط العميق بالعالم اللي حوالينا. طيب اشمعنى اللونين دول بالذات؟ عشان كل لون فيهم بيفكرنا بحاجة بنحبها. يعني مثلا اللون الأخضر هو لون التجديد والحياة. اللون الأخضر هو اللون المثالي للطبيعة، هو بيغطي الغابات، الجناين، حتى الشوارع، وده معناه استمرار الحياة على الأرض. وعلى فكرة دي حاجة اسمها البيوفيليا زي ما وصفها إريك فرام، يعني هو الانجذاب إلى كل ما هو حي وحيوي. إحنا عندنا انجذاب فطري للطبيعة. اللون الأخضر بينسجم جوانا، بيفكرنا بالإرادة الزراعية، وده بيحسسنا إننا كائنات حية ترزق. أرسطو كمان لخصها على إنها حب الحياة. وعلى ذكر حب الحياة، إحنا كمان بنحب اللون الأخضر عشان هو موجود في صبغة في نباتات اسمها الكلوروفيل، والكلوروفيل ده هو اللي مسؤول عن عملية التمثيل الضوئي. هي العملية السحرية اللي بيتم فيها تحول ثاني أكسيد الكربون للأكسجين، وده معناه استمرار الحياة على كوكب الأرض. اللون الأخضر كمان هو لون مهدي للعيون، يعني صعب قوي تروح جنينة وتلاقي عينيك وجعاك أو عايز تغمض شوية. ده غير إنه هو مرتبط بالشفاء والهدوء والتناغم. أقدر أكد لك إن أنت لو قعدت تتمشى في مساحات خضراء كتير، ده شيء بيجدد عقولنا وبينعش أرواحنا، وده بيخلينا مع الوقت عندنا استعداد للتسامح وهدوء الأعصاب. وده مش معناه إن أنت هتتمشى طول الوقت في جناين، لأن ده حاجة مش موجودة على طول، لكن أقدر أقولك إن اللون الأخضر لسه قادر يأثر عليك، حتى لو عندك نبات واحد في البيت بتهتم بيه أو شجرة واحدة في الشارع اللي انت فيه. مش عايزاك تنسى كمان إن اللون الأخضر هو لون البداية من جديد، لأن هو من لون مرتبط ارتباط وثيق بالربيع اللي بيوعدك بأيام دافية أكتر في الشتاء اللي احنا فيه ده. آخر حاجة عايزة أضيفها عن اللون الأخضر إن هو لون التناغم، هو اللون الوحيد اللي بيسد الفجوة بين الألوان الدافية والألوان الباردة. هو حاجة في النص، فبتخليك تحس بتناغم وتوازن وراحة أكتر. طيب بالنسبة للون الأزرق، أما اللون الأزرق فهو لون السماء والمية. هو بيحسسك إن السماء قد إيه واسعة وبتخلص ملهاش حدود، بيخليك تحس إن أنت زيها أو زي البحر مثلا. اللون الأزرق بيحفز التفكير والتأمل، بالتالي هو زي المهدئ لعواطفنا، بيقلل القلق وبيخليك تهدى وتتأمل، وده معناه استقرار عاطفي أكتر. وقت ما بتكون حران، أول حاجة بيبقى نفسك فيها هي إنك تنزل المية. وقت ما بتتأمل أو بتحلم، أول حاجة بتعملها هي إنك بتبص للسماء. باختصار، الأخضر والأزرق مع بعض هما جوهر الطبيعة. تخيل معايا أوراق خضراء وراها سما زرقاء وأمواج حواليها نباتات لا تعد ولا تحصى. الناس اللي بتحب تعمل يوجا أو مديتيشن بتحبها تبقى الصبح في جنينة أو على بحر مثلا، لأن اللونين دول مع بعض بيعملوا توازن. الأخضر بيشجعنا والأزرق بيخلينا نبص لفوق. هما بيفكرونا إن إحنا جزء من الكوكب ده. عشان كده المرة الجاية لما تعجبك شجرة أو تبص على السماء فتنبهر من جمالها، افتكر إن حبك ليهم مش مجرد ذوق شخصي، لكنه احتفال بالجمال والحكمة اللي حوالينا كل يوم. أتمنى تكون الحلقة دي ملهمة، وأشوفكم على خير.